عندنا يمكن ارتباطها النهارده بخشب المسرح بنغير شويه في البروجرام بس اعلاناتها جميله. هذه الفنانه الرائعه بدات رحله اعمال فنيه كبيره جدا من فتره كبيره، لكن البدايه اللي بتاكد خفه الحركه وخفه الظل وخفه الدم انها بدات باليرينا خريجه معهد الباليه وكمان ليسانس حقوق. دي حاجه بتبسطني قوي ان انا كمان ليسانس حقوق. الحقيقه البدايه كانت ادوار صغيره يمكن في السبعينات، لكن في الثمانينات كانت الشهره وبدايه انطلاقها مع مسلسل عيون، ثم كانت بقى وده حظي بقى الراجل اللي كنا بنحسده مسعود اللي كنا بنحسده كان في بنوته جميله غيرت ان هي بتطلق فيه وطلعت في حاجه اسمها كل بحبنا. اشطر واحده في مصر اشترت فرخه بربع ثمن القفص نفسه. الجميله الرائعه اللي بدات انطلاقها القويه من كانوا يتزوجون، لكن بعد كده كانت على موعد مع الزعيم عادل امام الارهابي، ثم مجموعه بخيت وعديله، ثم بعد كده كانت انطلاقها والقرب الكبير جدا لما بقت ضيف عزيز على كل مواطني مصر كلها في المسلسلات التلفزيونيه. اسمحوا لي اقدم لكم النجمه القديره شيرين. بشكركم طبعا على انكم اتحتوا لي الفرصه الجميله اللطيفه دي اني اكون بينكم النهارده في يوم جميل زي ده بنكرم فيه وبنتذكر فيه استاذنا الكبير الاستاذ عثمان محمد علي. في الواقع الاستاذ عثمان محمد علي شاركني في أعمال كتير جدا جدا. هو كان يصحح لي اللغة العربية الفصحى في كل أعمال اللغة العربية الفصحى اللي أنا عملتها، وكانت كلها من أنجح الأعمال، الفرسان والأبطال والسباق وحاجات كتير جدا جدا. كان هو دايما اللي بعتمد عليه في إن هو يشكل لي النص ويكون جنبي وأقول له أول ما أغلط اعمل ستوب. يعني هو الوحيد اللي كان مسموح له انه يعمل ستوب، وساعات كتير كنت احس ان غلط فانا اعمل ستوب، يقول لي وقفتي ليه؟ اقول له متهيألي غلط، يقول لي لا ما اللي انت قلتيه في الجمله من البدايه كان صح. فانا سعيده جدا ان انا النهارده بتذكره، ولو انه يعز عليا جدا لاني ده مش تليفوني على فكره، اصل انا ما اعملش العمله دي ابدا. الأستاذ عثمان محمد علي شاركني تمثيلا، وكان دايما يجيبني في الليلة المحمدية نعمل عن الرسول عليه الصلاة والسلام في نادي أصحاب الجياد وفي نادي سبورتنج وفي القلعة. كان هو مهتم جدا، حتى رحنا مع بعض كتير المنطقة الشمالية العسكرية وكنا بنقدم هو يكتب شعر ويتخلله بعض الأغاني وبعدين شعر. فأنا كنت بمثابة بنته ولو إني كده بكبره يعني، لكن هو بالنسبة لي أب حنون، وأنا سعيدة إني بذكره النهارده. ولو إني ما كنتش أحب إنه أقف الموقف ده، كنت أتمنى إن هو يكون معانا وسمعني.